انا اللي ضرني هو داك الولد اللي خليته مشرد من ورايا، كنت بغيت نعاونو ونجيبو وخليته مشرد تبلا ليا. تكرفست خرجوني الناس في نص الليل من الدار وخرجت للزنقه والبرد. عتقني واحد الدرجي كيسمعني كنغوت لربي اللي خلقني، عتقول روح نزل من هذيك ديالو البرطمه ديالو كيجري سلت تريكو عقد لي في خدي، واحد المغربيه سلتات شانع عقدت لي في خدي، واحد الصبليون دمايات الشحمه اللحم كلشي تشتل. ولادك خبرتيهم بهذا الامر هذا؟ ما خبرتهمش، دازت شحال ما تقدريش؟ ما قدرتش وعرفت انا البنت ديالي كتبكي بزاف، تسمع شي حاجه عليا تتبكي حيت توفى عليهم باهم مفاجاه. ما بغيتش نصدمهم عاوتاني، هادشي اللي بغيت نعرف انا علاش هاد القضيه تسد ديالي وانا ضايعه دابا. انا ضايعه، عداوني خاصهم يعاونوني، على الاقل عندك وريقه عداوني يعاونوني على الاقل يعاونوني بسكنه. هذا حقك. الحل الكراره صعيب هنايا، ولا ما خلصتيش غيقول لك مول الدار خرجي، ما يرحمكش، غيجيب واحد اخر اللي يخلص. فاش مشيت وقع ما وقع، السيد كنا جالسين جنب البحر، السيد كيطلق داكشي في السماء، جالسه بحال هكا نيت حتى كنتفاجئ تسمع الصوت. فاش تلفت جا ليا من راجلي، ما عنديش الوقت فين نهرب، تفرقع عليا في الرجل. اول حاجه وانا نقول لكم شكرا لكم بزاف وعواشر مبروكه، كنشكركم على الدعم ديالكم وعلى المساعده ديالكم للقناه وعلى المساعده اللي كتساعدوا خوتنا يعني الضعفاء المهاجرين المغاربه اللي عايشين هنا في اوروبا اللي كيدوزوا معنا في القناه. شكرا لكم بزاف، كما كتفرحوهم الله سبحانه وتعالى غادي يفرحكم. وقبل ما نمروا بغينا غير نشكروا الناس اللي كتدعم القناه من الباي بال، شكرا لكم بزاف، راه كتوصلنا يعني كيوصلنا الدعم ديالكم، شكرا لكم بزاف. القصه ديال اليوم ديفيرينتي، واحد السيده بنت بلادنا اللي نبقاو نحسبوها منا ولا اختنا لاله كبوره اللي جات هاد البلاد وظلمت وعانات. هذا الفيديو هذا ان شاء الله غادي تشوفوا فيه يعني القمه ديال الظلم والقمه ديال الحزن ديال واحد السيده مسكينه ما حلتها المغرب، ما حلتها هنا المشاكل اللي عندها في اوروبا. اللي مطلوب منكم خوتنا عافاكم بارطاجيو هذا الفيديو للماكسيموم باش يوصل للناس اللي يقدروا يساعدوا هذه لاله كبوره، راه هي مدمنه وبنت بلادنا ما نسمحوش فيها. وقبل ما نبداو هذا الفيديو نخليكم مع السبونسور ديال القناه. صادويف هي واحد الابليكاسيون اللي من خلالها تقدروا تصيفطوا الفلوس للمغرب الا كنتم مقيمين من وحده من الدول هذه اللي كتشوفوا دابا، وكتعطيكم 100 درهم على اول ترانسفير ديالكم الا استعملتوا الكود برومو ديالنا اللي هو إلياس. مثلا صيفطتي 500 درهم غتوصلك 600 درهم، ولا صيفطتي غير 100 درهم غتوصلك 200 درهم. هذا الابليكاسيون فيها بزاف ديال الفوائد، ومن ضمن الفوائد هو انكم تقدروا تصيفطوا الفلوس لحبابكم في المغرب بدون اقتطاعات. هذا الابليكاسيون راها امنه وفلوسكم كتوصل في الحين، حتى بالنسبه للصرف راه كيكون مزيان مقارنه مع الاسواق الاخرى. ونزيدكم تقدروا تصيفطوا فلوسكم وانتم جالسين في الدار ديالكم من خلال التليفون ديالكم. بالنسبه لطريقه الاستعمال راها سهله جدا. تقدروا تنزلوا اللينك اللي غنخليو لكم في صندوق الوصف، ضغطوا عليه ومن خلاله تقدروا تيليشارجيو هذه الابليكاسيون هذه، دخلوا المعلومات ديالكم وما تنساوش تستعملوا كود برومو اللي هو إلياس باش تستافدوا من 100 درهم وبصحتكم. لاله كبوره اخت مغربيه ديالنا كتعيش في هذا البويبلو اللي كيتواجدوا فيه كميه كبيره ديال المغاربه اللي سميتو إليخيدو في نواحي ديال الميريا. لاله كبوره تعرضت لجميع انواع ديال الظلم في هذه البلاد، بغات دابا غير ولو غير واحد شويه تقدر ترد يعني ديك الحقوق ديالها. لاله كبوره مرحبا بنا عندكم. مرحبا خويا، بارك الله فيك. الله يكبر بك. سمحوا لي هنا هذا واجب، حنا واجبنا على لاله كبوره نجيو عندك وعند كاع اللي يكون كيتفرج فينا اللي محتاج مساعده، اذا قدرنا نلبيو نداك نلبيو. لاله كبوره بغيناك تعاودي لنا القصه ديالك من الاول، كيفاش جاتك الفكره انك تجي لاوروبا حتى المرحله ديال اليوم. مرحبا خويا، مرحبا. انا كان توفى لي الراجل ديالي في البحر، كان غادي حارق لايطاليا. الله. وتوفى ما بين ليبيا وايطاليا في 26 في 2006 يا ربي. خلى لي 3 الوليدات، بقيت مكافحه معاهم. كان عندي هذا الحلم شحال هادي، ولكن نجي لاوروبا باش نعاون وليداتي، حيت ما خلى لي حتى حاجه، الله يرحمه ويوسع عليه. الله يرحمه. المهم كانت الحاله ضعيفه، ومع ذلك الحمد لله على كل حال كافحت مع دوك الوليدات. كبرت جوج بقى لي واحد. كان كل مره كيقولوا لي الناس راه ولدك باغي يحرق، راه ولدك.
كانت في بالي ان غادي يوقع لي كيف وقع على بوه. ما بغيتش هذيك نتعاود ثاني نتحرق من جديد. قلت فاش جاتني هذه الفرصه سمعت التقياد ديال هاد الفريزه وانا نجي تسجلت وقبلوني وجيت وقلت ليه صبر وجلس، انا غادي نمشي وغادي نجرك معايا ما تهورش، ما بغيتش نخسرك حتى نتايا. صافي وخليته مع خوتو وجيت هنايا خدمت نقول لك 8 شهور ولا ما عرفت. جينا في شهر 4 خدمت شهر دوزت 5 شهور ولا ما عرفت 6 شهور في غرناطه. كنت خدامه بخير وعلى خير. مره كتكون الشتا كنجلسوا، مره غرناطه عارفه كي دايره. المهم تماره وصبرت لها ماشي مشكل على قبل ولادي، كلشي هادشي على قبل ولادي باش اننا وهذاك الولد ولادي تا هما محتاجين ليا، واخا تزوجوا محتاجين ليا. الحاله ضعيفه الله اللي عالم، ما غاديش نكذب. هذا هو الحلم ديالي انني نعاون ولادي حيت محتاجين بزاف. فاش جيت غرناطه فاش سالات الخدمه التنبوراده ديال غرناطه جيت هنايا قالوا لي الميريا راه فيها. جيت هنايا دوزت شهر 10 نهار 12 في شهر 10 جيت هنا. دوزت شهر 10 خدمت شي ايامات شويه. شهر 11 كان خدمت فيه يعني عرفت الناس، والخيف اللي مشيت خدامه معاه عجبته في الخدمه وكل شيء وخدمت معاه واخا خدمه قليله. المهم كنت الحمد لله كنت كنخلص كرايه وكنصيفط لولادي الحمد لله وهازه كل شيء ما محتاجه لحتى شي حد الحمد لله. فاش نهار 17 في شهر 12 خرجت انا وصاحبتي هذاك النهار الحد، خرجت في 23 خرجت انا وصاحبتي لباليرمان نجلسوا جنب البحر. عرفتي بنادم تيقنط مع الغربه وباقي ما ولفش، والناس اللي كاريه معاهم المهم مشاكل وصافي. وقلت نخرج نبدل الجو. فاش مشيت وقع ما وقع. السيد كنا جالسين جنب البحر، السيد كيطلق داك الشيء في السماء، هذاك الميش ديك المفرقعات جالسه بحال هكا نيت حتى كنتفاجئ تسمع الصوت. فاش تلفت جاليه من ورا رجلي، ما عنديش الوقت فين نهرب، تفرقع عليا في الرجل طحت في هذيك البلاصه. عتقني واحد الدري كيسمعني كنغوت لربي اللي خلقني، عتقول روح نزل من هذيك ديالو البرطمه ديالو كيجري سلت تريكو عقد لي في خدي. واحد المغربيه سلتات شانها عقدات لي في خدي. واحد الصبليونيه دمايات الشحمه اللحم كلشي تشتت. الله غادي تشوف الفيديو. دارت لي ديك الصبليونيه هكا على رجلي، عيطوا لابيلانس، جات لابيلانس، جاو الكوارديه داروا لي الاسعافات، هزوني جابوني للكوبو. نقول لك ما بين تضربت ما بين 5 و 6. جابوني للكوبو هنايا ديال لي خيدو، قدموا لي الاسعافات الاوليه خواليه لا نقول بعدا باش تبرد هذيك العافيه. الحمد لله وراه ما نقولكش عرفتي شنو راه العافيه. راه كنحس برجلي تقطعات وسخفت ونشفت من الدم وليت صفرا وليت بارده برد حتى كنقول شهادوا ان لا اله. قلت صافي غادي نموت. شي شيبره اللي تخفف لك الحريق ولا البلج ولا حتى داوني للسبيطار. عاد دقوا ليا عاد خواو عليا لا نقول. عاد دوزوني سميتو الغرفه ديالي، عاد علقوا لي السيروم، دقوا لي البراوات في كرشي، عاد عالجوني الصراحه. واخا هكاك السبيطار مزيان عالجوني ما نكذبش على الله عالجوني. انا كنت كنقول غادي نتقطع ليا رجلي الحمد لله من قبل، ولكن الحمد لله. ولادك خبرتيهم بهذا الامر هذا؟ ما خبرتهمش حتى دازت شحال. ما تقدريش؟ ما قدرتش. وعرفت انا البنت ديالي كتبكي بزاف، تسمع شي حاجه عليا تتبكي حيت توفى عليهم باهم مفاجاه. ما بغيتش نصدمهم عاوتاني حتى كانت صدمه عليهم الوليدات. حتى وليت شويه حتى ولا تيقول لي الولد الكبير امي واش راه بنتي الصغيره حيت عنده بنيه قال لي اميره تتقول لي علاش امي ما بقاتش تهضر معنا واش خاصمت معنا. عاد فتحت الكاميرا وعاد قلت لي اللي وقع لي. انت عالم بك غير الله سبحانه وتعالى في ديك الوقيته. ما بغيتش نقولها لكم ما عرفتكم غادي
تبقاو يعني تشواو. فكرتي ليهم لان تلقاو واحد غادي- الصدمه ديال غادي اوروبا يلقاو. من جهه الاب فاش ديالهم، هذا- بغيتو تلقاو في صدمه داخل من مع جهه الام. اخرى ثاني قلت ليه انا ولدي دابا راني بخير ما تخلعوا عليا ما والو. شد براسو وقالها لختو، بقات ختو كتبكي وتعيط في التليفون وتهضر معايا وتتبكي كاميرا. قالت لي جي بحالك امي. قلت لها ما نقدرش نجي بنتي وانا ناعسه في السبيطار. ما كنقدش نوض. قلت لها ما كنقدش نوض نتحرك صافي كيدخلوني على داري. بقيت على داري باش نقول لك شي 27 يوم وانا على داري ما كانت تقلب ما والو. تيقلبوني الاطباء شي يغسلوا ليا يجي يداووا ليا. كنت حرق واخا هكاك وصبرت الحمد لله. كنت على صبري الحمد لله. لا كبوره، نسولك باللي يعني الطب هنايا قام بالواجب ديالو، الحمد لله الحمد لله. تكلفوا بك. تكلفوا بيا الحمد لله الحمد لله. لا كبوره لحد الان فهمنا. الا بعد الفرمليات اللي كانوا كيغوتوا عليا ومع ذلك كنقعد نبكي وتنقول معليش الحمد لله. الحمد لله. لا كبوره القصه ديالك فهمناها وفهمها حتى المشاهد. بغينا نعرفوا فين تظلمتي، شنو اللي خلاك تبقى تبكي ليل ونهار؟ شنو ما عطاونيش حقي خويا. ياك؟ كان على الاقل هذاك اللي ضربني يجي يوقف معايا. ما عرفتيش اصلا شكون كاع؟ ما عرفتوش حيت كان عاطيني بالظهر وبعيد عليا. هو كان كيطلق هذاك الشيء بلاص غير ممنوع بعدا في البار الكراسه والناس وكل شيء ممنوع عليه بعدا يطلق هذاك تمايا ومعاه وليداته. اللي تصحيح هاد الكلمه هنا في اسبانيا قهوه كيقولوا لها بار، ماشي البار المغرب، يعني قهوه عاديه يعني كتسمى بار. قهوه عاديه فيها الكراسه اللي قدام تسمى بار. لا كبوره، دابا غادي ننقلوا ان شاء الله الجزء المؤلم اكثر من الاصابه ديالها، هو الحقوق ديالك. شنو اللي وقع من بعد ما عانيت هنا؟ ما لقيتش داكشي اللي كان تحت مني كملته. ما بقيتش لقيت باش نخلص الكرا. عيط لبا مسكين جمع ليا صيفط ليا باش نكري من المغرب مسكين. صيفط ليا عاوني باش نكري. جمعوا لي المحسنين ديال باليرما الله يعمر لهم الدار. تما عاونوني ما نكرش خيرهم. تما وقفوا معايا. صافي دابا صافي وقفت على الدس. ما بقاش عندي باش نكري ولا باش كنت كنقول راه غادي يخرج ليا شي تعويض بين ما تبرى لي رجلي، ولكن ما خرجوش ليا. ما عطاونيش فين نسكن، ما عطاونيش. تكرفست خرجوني الناس في نص الليل من الدار وخرجت للزنقه والبرد. شكون اللي خرجك من الدار كبوره؟ واحد السيده كنت كاريه معاها في دار مبانه مغربيه خرجتني اختها قالت لي خرجي بواحد اللفظ خايب ما يتسمعش ما عرفتنيش نقولوا. خرجتك للزنقه؟ خرجتني قالت لي خرجي. يعني هذه وجوج عكاكس ديك السابق باقا ماشي دابا دايره عكاز واحد. هذيك السابقه بجوج عكاكس. وهذا الشيء ما قلتوش لولادي حيت غادي يتعلموا. غادي يقول لكم جي حالك ولا شوفي اش ديري. ما بقيتش تشردي تمايا. ولادي ما عندهمش الولد كاري والبنت كاريه اللي مجوجين. والولد دابا كنت مخليته عنده 17 دابا راه طالع في 19. مشى عند شي دراري جالس معاهم وتيبقى فيا تيقطع لي قلبي. مرة تيقول لي راه تيعايروني امي. تيقولوا لي تنقول لي صبر ولدي. مرة عند خالته ومرة عند خوه ومرة عند انا اللي ضرني هو داك الولد اللي خليته مشرد من ورايا. كنت بغيت نعاونو ونجيبو وخليته مشرد وتبلا ليا. دابا نسينا هم عندك هنايا وهم في المغرب. شحال قدر القلب يهز؟ لا كبوره شحال؟ كنت شي ايامات كنت بغيت تجيني واحد الحاله ديال الاكتئاب. تنبغي نكون غير بوحدي. ما كنبغيش نقعد مع الناس. ما كنبغيش. كنبغي نتخلع بوحدي باش في هذه اللحظه هذه اخت كبوره مرضت نفسانيا. ما نكذبش عليك دازت عليا واحد الحاله نفسانيه صافي. وليت قاعده وكنبكي وكنشوف بحال الظلم ديال هنايا. وعلى
شوف حنا غادي نرجعوا للطوم ديال هنا اخت كبوره. بغيت غير نوجه واحد الرساله، حيت في هذه اللحظه اللي قلتي انت باللي خليت ولدي متشرد في المغرب، كاين بزاف ديال الناس يعني اللي يقدر يكتب في التعليقات مثلا يقول لك وعلاش اللي ما تهوتيش عند ولدك المغرب وتجلسي حداه وما يبقاش متشرد. بغينا نوصلوا لكم باللي الاخت كبوره الا هودت المغرب فين غتخدم؟ ما عنديش حتى فين الدار، غتسكن؟ ما عنديش حنا الدار. كاملين ما غطيوش الشمس بالغربال كما كيقولوا، يعني عارفين باللي كامراه اللي ما عندهاش واحد الصنعه وما عندهاش شي مهنه ولا شي حاجه اللي تقدر تخدم بها في المغرب، فين غتخدم؟ وعاد جات بصحيحه ديالها وغترجع بلا صحيحه. فلهذا رجاء يعني اللي غيكتب هذا التعليق هذا بلا ما يحتاج يكتبوا انه ترجع عند ولدك المغرب، فين غترجع؟ نرجعوا هذا الموضوع ديالنا. الدار كون عندي الدار ما نجيش هنايا صراحه. لا كبوره نقدم ونتكرفس مع ولدي تما، ولكن انت في المغرب كان ما عندكش كان الدار. ما عنديش الدار، ما عنديش الدار. الراجل الله يرحمه ما خلى لي، الله يرحمه داكشي اللي قدر عليه دار. والله هو كان رجل مزيان، ما عمرني خرجت حتى في العتبه ديال الدار. الحمد لله. كان هازني صراحه، ما يتعوضش صراحه. الله يرحمه في هذا النهار. الله يرحمه في هذا بغينا من النهار. المتتبعين الكرام يترحموا عليه في هذا رمضان. الله يرحمه في هذا النهار. لا كبوره حاليا نسينا ما عندكش الوراق؟ ما عنديش. وكاريه بالي الكرام ما كتلقاش باش تخلصيه، حاجه باينه. مؤخرا ما بقيتش لقيت باش بالي شهاده السكنه والباسابورتي ديالك عندك؟ بالي باش كنوضحوا هذه المعلومات للناس باش الناس يعرفوا. المشكل اللي وقع لك ملي كما المشاهدين غيشوفوا الضربه غادي نوريوها لهم. الملف ديالك حاليا علاش رفضوه؟ علاش ما عطاوكش حقك؟ أرشيفة. علاش تارشيفه؟ نعرف انا علاش القاضي. انت ما عارفاش علاش ما عرفتش، تمشيت كنتفاجئ ان الدوسي ديالي تارشيفه. ما عيطش ليا الخويس، بغيت نعرف هذا الخويس اللي حكم هذا القرار وانا ما كايناش. علاش ما استدعانيش، ما استجوبونيش، ما قالوش ليا شنو وقع لك، لا شافوا الحاله ديالي لا والو. غير باختصار باش تفهموا القصه اللي وقعت الاخت كبوره، ومن بعد ما خرجت من السبيطار ومن بعد ما كملت الاجراءات ديال العلاج دفعت الدوسي المحامي باش انهم ياخذوا لها حقها، لحقاش معروفين في البلاد هذه الحقوق ما كتضيعش، الناس كتعطيهم حقهم. فماذا بك كتفاجئ باللي هذاك الدوسي كتسول المحامي كل مره كيقول مازال تراميتي يعني في البروسيس مازال تنقول لي راه ما لاقيش ما ناكل، ما لاقيش باش نخلص الكرات، يقول لي ما عندي ما ندير لك. شحال وانت كتسناي هاد مازال عند المحامي؟ شحال مده انت كتسناي؟ عام. ومن بعد عام من شهر 2 دافع عليه، في شهر 2 تسد الدوسي، في شهر 2 تسد الدوسي، في 23 في شهر 2 هو الدوسي مسدود. وما في راسيش تيقول لي تراميتي، هو الدوسي راه مسدود وتيكذب عليا. لا حول ولا قوه. يعني الدوسي ارشيفه تسد الملف. حيت المحامي ما دارش خدمته. لا كبوره باش كتطالبي وتناشدي خوتك المغاربه؟ كنجدهم يوقفوا معايا في هذه الحاله. انا بغيت هذه الحاله تكون مصدر اعلامي ان شاء الله. ربي الحبيب اعلامي ان شاء الله يشوفوا الحاله ديالي. علاش المحامي يسد هذا الملف ديالي؟ علاش؟ واش انا اللي بغيت لراسي هاد الضربه؟ انا جايه ما باغاش المشاكل، ما باغاش، داخله سوق راسي تنخدم، داخله لداري كنصلي صلاتي، داخل ما كنتعداش على حتى حد، ما كنبغيش الصداع، ما كنبغيش المشاكل. جيت نصور طرفة الخبز ليا ولوليداتي هنايا، كانت وقع ما وقع، كتاب ما كتاب. لكن كنقولوا الناس راه اوروبا هي بلاد الحقوق. فينا حقي؟ فينا قالوا اوروبا هي بلاد الحقوق، فينا هذا الحق؟ انا تضربت، تعورت من رجلي، تأذيت من رجلي. انا ما كنتش كنقول للناس عطوني ولا بغيت حقي، لا، انا كنت خدامه بكتيفاتي والحمد لله. لكن فاش تضربت فين حقي؟ حيت انا ماشي انا اللي قلبت على الضربه، هذاك السيد اللي واخا ما نقصدش لكن راه ضربني يعني إعاقة. انا ما عرفتش هاد الرجل واش غتبرى ولا غتبقى، ما عرفتهاش. وبالنسبه لواحد السؤال كنا نسينا ما سولناش، بالنسبه دابا للماكله منين كتجيبي الفلوس باش كتصرف على الماكله كيرفعوا عليا البنات. جزاهم الله شحال بيقدوا البنات. هذه البنت اللي معايا كتروف عليا، باقا ما عندهاش الوراق بحالها مسكينه، كتروف عليا مسكينه مره.
اخت كبوره كنمشي عند واحد السيد تا هو في الخيدو كان كيعطيني الماكله عند الغدا، كيدير القهوه كيعطيني الماكله عند الغدا، سد مبقى شحال. لا اله الا الله محمد رسول الله. كبوره حنا القصه ديالك فهمناها، واكيد حتى المتتبعين ديالنا يكون فهموا القصه ديالك، وان شاء الله اكيد يتعاطفوا معك. كما هذا قبل ما نختموا الفيديو بغيناك شي نصيحه اللي تقدر توجهيها يعني لديك العيالات اللي باغيين يجيو لهنا يخدموا، شي رساله توجهها لهم. رساله بحكم هاد التماره، بحكم هاد الظلم رسالة كامل. رساله للعيالات اللي باغا تطلع خاصها تكون دايره تحت منها فلوس باش تصوفي راسها وتتلقى خدمه، حيت الا جات غتكرفس وغتعذب. مع ذلك انا خدمت في الفريزه حتى كملتها، عاد حرقت، حيت الحاله ديالي اللي خلاتني نحرق كنت تحت الصفر. الا ما خرجتش خدمت وصورت باش نخلص الكرا، نخرج للزنقه انا وداك الولد الله اللي ساكنه معاه، اللي ساكنه انا وياه. هذاك الشيء اللي خلاني انني نحرق. خفت من نمشي نرجع للمغرب ما يعاودوش يقبلوني، حيت العمر ديالي بدا تيكبر. يعني الشيء اللي خلاني تخدم سي داك الشيء اللي خلاني نحرق ونصوف باش نصوفي ولادي. انا نصيحه للعيالات يديروا شي حاجه تحت منهم. انا واخا درت تحت مني، انا كنت تحت مني الفلوس وهي اللي نفعتني، هي اللي نفعتني ونفعوني المحسنين، ما نكرش خيرهم صراحه. ديال باليرما وديال طرمبانه هما وقفوا معايا، ولكن عام وانا قاعده والرجل راه باقه مريضه، ما كنقدرش نوقف عليها، ما كنقدرش نخدم. انا هادشي اللي بغيت نوصل للعيالات. يمكن واحد النهار شي وحده تعرض لنفس المشكل، لا المهم نكون دايره تحت منها باش تصوفي راسها، حيت راه هنايا كاين التكرفيس وكاين العذاب. لا كبوره الميساج ديالك وصل، وكما ديما يعني كنتمنوا من الله سبحانه وتعالى هذا الفيديو تبارطاجا الماكسيموم باش نقدروا نعاونوا لاله كبوره يوصل. بغينا كاع القنوات تبارطاجي هذا الفيديو هذا باش نقدروا يعني نلقاو له شي حل. اي وثيقه اي حاجه بغيتو من لاله كبوره غادي نخليو النمره ديالها في التعليق المثبت كما ديما. النمره ديالها هي الاولى، وجوج الاخرين ديالي وديال الاخ الياس كيكونوا هما الثانيين اللي عندهم مشكل ولا شي تجربه يبارطاجيها كيتصل بينا. اي وثيقه بغيتو تقدروا تتصلوا بلاله كبوره وتعطيكم الوثائق اللي بغيتو. اللي يقدر يعاونها ويجبد لها حقها كنطلبوا من الله سبحانه وتعالى في هذا رمضان المبارك يسهل عليه ربي ويبني له شي بيت في الجنه ان شاء الله يا ربي الحبيب. هذه راه بنت بلادنا ما نفوتوها شيء، وانتم كتشوفوا الحاله. المعلومه الاخت انا ما كبوره عيطت عايشه لكم الصراحه حتى وصلت للعدم صافي. انا حاسين بك اخت كبوره. للعلم اخت كبوره كاينه في واحد الدوار، كنشوف الفيديوهات ديالكم ومع ذلك عيطت قلت نديرها في يد الله ونعيط لها. ان شاء الله جينا عندك من برشلونه شي وحدين يساعدوني علاش هاد القضيه ديالي تسد. هادشي اللي بغيت نعرف انا، علاش هاد القضيه تسد ديالي وانا ضايعه دابا، وانا ضايعه بجهد الله بجهد كذبش الله. عليك. النهار اللي مشيت للمحكمه وكنت فاجئ باللي الارشيف ديالي تسد صافي. راه جلست شديت براسي، ما نقدرش نقول لك شنو الالم ديالي، حيت كنت كنتسنى شي حاجه تخرج لي واخا غير تتبرى لي رجلي. كيفاش نصوفي راسي تتبرى لي رجلي، حيت اداوني خاصهم يعاونوني. على الاقل عندك الوريقات اداوني يعاونوني على الاقل يعاونوني بسكنه. هذا حقك. لحد الكرا راه صعيب هنايا، ولا ما خلصتيش غيقول لك مول الدار خرجي، ما يرحمكش. هيجيب واحد اخر اللي يخلص. شحال ديال الكرا هنا البيت لاله كبوره؟ كاما ب 130 اورو. شاده كاما ب 130 اورو. الله اكبر الله اكبر. سعادة فاعل الخير. اللي مريض ما كيبغيوش يكريو ليه، قالت واحد الفرق. قالت لك الصح، حيت مشيت انا كنقلب في الكرا في بيكارو وشافتني السيده باغا تكري وصيفتني عند هذا السيد قال لي راه عندها كاما وباغا تكري. ومني شافت الحاله ديالي قالت لي لا اختي مابقيتش بغيت نكري. لا حول ولا قوه الا بالله. 130 الاورو ماشي شي حاجه. 130 الاورو راه قدرنا حنا بالفضل ديالكم قدرنا نعاونوا بزاف ديال الناس في هذه القناه هذه اللي كانوا كيكريو اكثر من هذا المبلغ هذا، وتوفروا لهم الناس، جمعوا لهم وكريو لهم حتى 6 شهور 7 شهور. 130 الاورو راه ماشي شي حاجه تجمعنا كاملين هكا وتعاوننا وبغينا نكريو الاخت كبوره. للعلم هي كتواجد في واحد الدوار كيقولوا إلي خيدو نواحي الميريا.